محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع ان في قانون الجذب في فرنسا في اي حاجه يعني تفاضل اكثر حاجه ليها علاقه بموضوع المخاطره وعلم فرنسا. طب بصوا يا جماعه، يعني مبدئيا في حاجه اسمها علم الفرنسا. علم الفرنسا ده اللي هو ازاي اعرف الشخص اللي قدامي من ملامح وسطه. يعني اللي هنعمله ببساطه هنتكلم بالظبط 5 دقائق، بس ال5 دقائق دول هتخليك وانت ماشي في الشارع اي حد تشوفه تعرف ده بيفكر ازاي، خطواته عامله ايه. بس علشان نعرف الناس احنا بنعدي في 4 حاجات. رقم 1 في حاجه اسمها الانظمه او الانظمه التنفيذيه اللي هي سمع الحس وبصر. حد يعرف منها؟ طيب حلو قوي. لما اعدي دي اول مرحله بعرف ان الشخص اللي قدامي بصري بيفكر بطريقه معينه، سمعي بيفكر بطريقه معينه، او حسي بيفكر بطريقه معينه. دي اول مرحله. ثاني مرحله حاجه اسمها لغه الجسد. يعني ايه بقى لغه الجسد؟ اللي هو مثلا على سبيل المثال واحد عامل ايده كده، فده معناه ايه؟ معناه ايه؟ لو واحد عامل ايده كده ان هو مش متواصل معايا مثلا على سبيل المثال، بس مش كل واحد وانا بتكلم عامل ايده كده مش متواصل معايا، لان ممكن يكون بردان. صح؟ حاجه مثلا ثانيه قال لك لو واحد صاحبك، ودي معلومه صح جدا، لو انت بتكلم واحد صاحبك وهو واقف وعمل رجليه كده، معلش انا بقول بس شويه. واحد عمل رجله كده، اخليكم يعني